السلام عليكم. اليوم معنا واحد القصه غريبه، قصه ديال واحد المراهقه كنديه اللي غادا دير واحد الكارثه اللي غادي تخرج عليها. كنقول لك غتخرج عليها الحياه ديالها الشخصيه كامل، ولكن ماشي هذا هو الاساسي ولا المهم في القصه ديالنا. هاد القصص ديال الجرائم ولا الكوارث راه فين ما مشيتي راه تلقاهم. يعني الحاجه اللي كاينه سبيسيال في هاد القصه هذه هو ان هاد الشيء كامل طلع له بديت واحد الكذبه. وهاد الكذبه شنو هي؟ شنو هي الكذبه وعلاش تسببت في هاد الشيء؟ علاش ان هاد الكذبه هذه تسببت في هاد الشيء كامل؟ نبداو القصه. جينيفر بان هي البطله ديال القصه ديالنا، واحد البنت عاديه غادي تزاد في كندا عام 1986. الوالدين ديالها هما بيك وهوي بان، هوي ماش المهم بحال ما تيهموناش الاسماء. فكما قلت لكم الوالدين ديالها واحد الناس اللي عاديين غادي يخرجوا البلاد ديالهم اللي هي فيتنام في 79. انتم راك عارفين الاحوال في ديك الوقيته في بلادهم كانت الهيوكه ديال بصح. على اي جاوا لكندا باش يدبروا على راسهم او خدامين عادي، المهم قاعدين من داك الواقع ديال بلادهم وجاوا تما باش يدبروا على راسهم. كندا راك عارف بلاد الفرص، تبقاو خدامين. با غادي يدخل واحد الشركه كتصايب بياس ديال الطوموبيلات وما حتى هي خدامه كذلك. مع المده وثمنها وديك دا قدروا يشريو واحد الدار كبيره زوينه وشراو طوموبيلات وهادي، يعني تحركوا داروا العلاقه ديال بصح. وكانوا جمعوا واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كان كثير في ديك الوقيته، اللي كيتقدر تقريبا واحد 200,000 دولار كندي تقريبا، اللي واحد 200 نقول واحد 200 مليون مغربي. يعني داروا الفلوس ديال بصح وجمعوا الفلوس. فكان الهدف ديالهم هو بنتهم جينيفر. كانوا ما عندهم حتى شي حاجه اخرى في الحياه باغيين يوصلوها من غير بنتهم تقرا وتوظف وتخرج لهم شي حاجه. وهذا الشيء كان بواحد الشكل مبالغ فيه، يعني ما كانش بواحد الشكل طبيعي وعادي. فما عليناش ديك الساعه بنتهم جينيفر باقا صغيره، فكانت في ديك الوقيته ديال 4 سنين 5 سنين دخلوها دير ديك الدروس ديال البيانو، كتعلم البيانو هذيك اي ناس ميسرين واحد شويه ما عليناش. ومن موراها فاش بدات تكبر ولات كدير ركوب الامواج، الرياضه ديال ركوب الامواج. المهم الحياه كانت غادا مزيان والامور كانت غادا مزيان عند جينيفر يعني حتى لهاد اللحظه. ومع المده وهي كتمارس ديك الرياضه ديالها غتجا واحد الاصابه في ركبتها، في الرباط الصليبي ديال ركبتها. وطبعا الناس اللي كتفهم شويه في الرياضه راه هذا واحد الحاجه اللي كفيله انها تخليك تحبس ديك الرياضه ولا داك الشيء النشاط اللي كدير. هذا الشيء كما قلت لكم اللي غادي يخرج على داك المسار الرياضي ديالها. جينيفر نقول لكم واحد الحاجه انا اللي ما عارفيناش، هو انها كانت كتعشق هذه الرياضه لواحد الدرجه كبيره. كانت هذه الرياضه هي السبيل الوحيد انها تتنفس، باش كتنفس شويه بحال بلتي كتخرجها من واحد الضغوطات اللي هي كانت اسريه، واحد لا شارج القرايه الانشطه. يعني ديك البنت كانوا كيشارجيو فيها بحال باغيين يخرجوها مع شنو غادي دير. جينيفر في هذه اللحظه دي غادي تفقد ديك الحاجه الوحيده اللي كتنفس بها ولا كترفع بها. الوالدين ديال جينيفر كانوا صارمين معاها بزاف في ديك الوقيته، هي الانشطه والقرايه وداك الشيء راه مزيان، ولكن راه كما قلت لكم كانت دار ليا مضغوطه ديال بصح. وفي نفس الوقت ما تيخليوهاش تخرج مع صحاباتها، يعني هاد الانشطه والقرايه وكثره الالتزامات ما تيخليوش الوقت فين تخرج فين تنفس. راكم عارفين بنيته باقا صغيره مراهقه، فراه ضروري غتبغي تلعب غتبغي تخرج غتبغي الوقت ديال هادشي ما كانش عندها ابدا. دانيال وونغ الدري واحد من الطلاب اللي كان تيقرا معاه في الثانويه، تعرفت عليه تما وكان من بين اكثر الاصدقاء اللي كان كيفهمها وكتفهمو، وتكونت بيناتهم واحد الصداقه ديال بصح. يعني ولاو كيجلسوا وتيتفاهموا بعضياتهم، كتهضر تحكي ليه كتكلم ليه كتعاود ليه حتى هو كذلك. يعني كانوا واحد الاصدقاء ديال بصح. هو المشكل في كان هو ان دانيال هذا ما كانش هو هذاك كما كيقولوا المصريين، كان غادي في السكه الشمال. واحد النهار غادي يشدوا البوليس لقاو عنده شي ممنوعات في الطوموبيل. راكم عارفين هادشي اللي غادي يقدر يخليهم انهم يجريو عليه من ديك المدرسه فين كان كيقرا، وغادي يتحول لواحد المدرسه اخرى. وهذا الشيء اللي غادي ياثر بزاف على جينيفر في القرايه ديالها، بحكم ان الصديق ديالها ما بقاش حداها، الرياضه اللي كانت كتنفس عليها ما كايناش، الصديق ديالها اللي كان كيفهمها ما كاينش، وحتى واحد لافاك كانت دفعت لها من مور ما شدات الثانوي ديالها غادي يسحبوا داك القبول ديالها. المهم يقولوا لا بقيناش باغيين هذيك دا، حيت كانت جات ناقصه في شي مواد وشي لعيبات بحال هكا ما رفضوا، ما بقاوش باغيين يقبلوها. فهنا جينيفر ولا كنتو تبعتوا معايا قصه انا راكم عارفين بلي راه الوالدين ديالها راه دير اللي بغيتي دير الا التعليم الاكاديمي، القرايه المسائل داكشي ما كيتفاهموا في داكشي عندهم. تنقول لك يعني بحال قلتي عندهم بنت وحده خداو، هادشي هو العتيق ديالهم، هو الهدف ديالهم في الحياه، هو ديك البنت يقرايوها ويخدموها ويوصلوا لداكشي اللي بغاو. فهنا جينيفر كانت خايفه ومن حقها تكون خايفه ابدا. شنو تقول لهم لافاك ما قبلونيش؟ راه هادي راه شي حاجه اللي لا يمكن عند باهم. فهنا شنو غادي دير؟ غادي تمشي تزور الوراق ديال القبول ديالها في ديك لافاك، وحتى النقاط والمسائل ودوك الرسائل ديال التواصل ديالها مع لافاك، باش تبين لهم بلا راه تقبلات في لافاك وبلا دخلت تقرا وبلا الامور كلها هي هذيك. غادي تبقى عام على عام كدير هادشي كل عام، كتزور النتائج تزور النقاط. انا نجحت انا هذيك دا والله الا عام على عام، يعني سنين. يعني بقات هزه العقده هذه واحد السنين خايفه من والديها ان تقول لهم راه لافاك ما قبلونيش ولا راه اصلا ما تنقراش فيها ولا يعني صافي. هذيك الكذبه بقات غاده بحال مكا عبر السنين. من مور باش دات الشهاده ديالها في لافاك اللي هي اصلا ما مسجلناش فيها، قالت لهم راه غادي نمشي لواحد السبيطار عاش كتقرا الميديسين ولا شنو هو، في بحال الاعمال اللي هي تطوعيه ما شنو هو. المهم كتستاجي تما شي حاجه عندها علاقه بحال هكا.
فكتمشي وكتجي كتقول لهم راني خدامه تما راني كاستاجي هادي كذا. فبا هنا بغا يستغرب ويلي كيفاش السيده كاستاجي في السبيطار ولا متطوعه تما ولا ما عندها لا لبسه السبيطار لا لاكارد لا وراق لا سبيطار ولا زريبه. فتماك فين غادي يدخلوا بالشك بداو كيراقبوها. فبا وليدها غادي يتبعوا لذاك السبيطار باش يعرفوا بنتهم شنو كاين دخلهم الشك. وهنا باها عرف بلي راه ما كاين لا سبيطار لا والو وكيتبعها وعرف راه ما كتمشيش السبيطار. وهنا نوض معها الصداع اكبتوها هذيك قال بغا يجري عليها من الدار اللي في واحد الوقت لاحق من بعد بطلب من امها والمزاوقه والرغيب والتعورات غادي يخليوها ما غاديش يجري عليها من الدار وغادي يميك عليها. ولكن كان بشرط انها تدفع شي لافاك اخرى وتمشي تقرا في بلاصه اخرى وتكمل القرايه ديالها. ضروري تكمل القرايه ديالها يعني ما فيهاش النقاش. ما تهضرش معايا في القرايه الا القرايه. فجينيفر كانت كتواصل مع الصديق ديالها دانيال. ولكن بسبب الشيء هذا كامل اللي عاودت لكم دابا طرا غادي يحيدوا لها التليفون ويحيدوا لها البيسي ديالها. ومع راكم عارفين ما غتلقاش كيفاش تهضر معاه. فغادي تنقطع بيناتهم ديك العلاقه لواحد المده تقريبا واحد العام ونص ولا عامين اللي في واحد الوقيته من بعد غادي تسترجع ديك الثقه ديالها والحنان ديال الوالدين ديالها وغادي ما غادي تعرض بها وغادي يعطيها التليفون. وهنا قدرت تواصل معاه رجعت تتواصل معاه ورجعت عندها الامكانيه انها تهضر مع الصديق ديالها. غا هو جينيفر ما كاش كتخرج ما نينا لها الزنقه هذيك كدا مضيرينا. فما كاش تقدر تلاقى معاه فاصا فاص وما كتقدرش تجلس هي وياه باش تعاود ليه وهذيك كدا كانت كتكتفي بالهضره معاه في سميتو. على اي دانيال من مور هادشي عطاه واحد التليفون وقال لها هو دا احتياط عندك غادي نحيدو لك التليفون عندك باش تقدري باش تلقاي باش تدوي معايا وهذيك كدا. وهنا كما قلت لكم حتى هنا راكم عارفين بلي جينيفر ما تدخلش هادشي كامل المصلحه ديالها والوالدين ديالها تيقولوا بلي الشيء المصلحه ديالها. هو هاد الحركات هادو غادي يربيو فيها واحد الكره اللي هو كبير وواحد الحقده وغادي تكره ديال بصح. وهذا الشيء اللي خلاها تحقد على الوالدين ديالها. وهنا في هذه الفتره هذه من بين انها ما تخرجش ومن بين ان دانيال عطاها التليفون كانت هذه الفتره الذهبيه ديال التخطيط الكارثه العظمى اللي غنعاود لكم اللي غادي تطرا اللي هي انهم يبداو يخططوا يتهنى من والدها ولا يفنيو والدها. دانيال كما قلت لكم كان باسل غادي جا شاديو البوليس وعطيها الصداعات وكان كيعرف هي وجوج صراحه يعني كيعرف علم مكملين عنده واحد السجل الاجرامي وتيعرف هذوك اللي كثر منه تما. فغادي يقرر يهضر مع شي صحابو واحد الكليكه ديال الناس اللي كيعرفهم ولا الدربون وشي وحدين تعرفهم بصحابو وقدروا يتواصلوا ربطوا اتصال بواحد السيد ولا واحد الدري اللي سميتو لينفرد كراوفورد. قالت لي بلي راه غادي تعطيه 10 ديال المليون ولا لبالها الطلب هذا من الفلوس ديال الورثه منين غتورث وغادي تعطيه 10 ديال المليون وتفاهمت معاه وقدرت تقنع. وهذه مشكله كبار من المشكله الاولى. على اين وصلنا الليله ديال 8 نوفمبر 2010. هذا الشيء هذا طرا في 2010. كانت عندهم ديك الليله ديال الهالوين. نتوما راك عارفين الهالوين تيكبتوها تما ما كاينش تيحتفلوا بداك الشيء عندهم احتفال كلشي تيحتفل بداك الشيء. لينفرد صيفط ميساج ليها قال لها بلي راه غادي يكون واجد هذه امدرانتي ناضيه طنطن. قالت لي انا معاك. با كان في البيت ديالو وما كتمريح في السفلي ماشي السفلي راك عارفين الديور ديال الميريكان وكندا التحتاني وكاين فوق ما بالتحتاني. فما غادي تشوف بنتها جايه عندها قالت لها انا غادي نمشي للناس وهذيك تا مشات. وصلت ديك 10 ديال الليل دخل لينفرد ومع جوج ديال الدراري جدادين ولا جداد الدراري واحد سميتو ايريك وواحد سميتو ديفيد. تما داخلين مدرمين اول حاجه غادي يشدوها غيمشيو عند جينيفر تيغوتوا عليها كدا شدوها غادي بدا كتفوها داو واحد البنت. تما داخلين هبطوا من القبو ديال الدار. القبو هذا ماشي السفلي القبو لا كهب. تماك فين غادي يطلقوا 3 ديال القرطاسات وحده غادي تجي ما هنايا وجوج يبوها. وحده غتجي شي تقريبا جيت الكتف وحده هنا بالضبط. شي اللعب ديال الدري الصغار ما لقيت ما نقول لكم انا في هذه اللحظه. وهذه هي المكالمه. نخليكم تسمعوا المكالمه ديال جينيفر مع المخزن. المكالمه ديالها منين طرا هذا الشيء عيطت للبوليس 911 911 وعيطت لهم وقالت لهم شنو كاين. سمعوا المكالمه. Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell it? In Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. فمن مور ما عيطت لهم من مور الابيل ديال لكم با غادي يخرج وكيفاش عاش هذه معجزه. تما مخرجينه وجاو البوليس جاو بصحاب الاسعاف تبلبلات في ديك الكارتي تما ترونات القضيه. غيدخلوا البوليس غيلقاو مفنيه ويلقاو باها حالته حاله. راكم سمعتوا الغوات ديالو في الابيل
فداو السبيطار اللي في واحد الوقت من بعد غادي يغيب لهم في الطريق ولا في السبيطار، غيغيب غيدخل كوما. فبداو معاه التحقيق. اول حاجه ادات القسم، حلفات ادات القسم باش تبدا يعني باش ما تكذبش هذاك، ما عارفين القسم. فالبوليس ولا داك البوليسي اللي كان معاه تما داك المحقق داك الانسبكتور، من الحوايج اللي ما كانوش فاهمين والحوايج اللي كانوا كيدوروا له في بالهم ديال كذا هذه، كيفاش قدرت تعيط بعدا السيده كتشاوي داك كيفاش زيتي التليفون وعيطتي وكذا. فهنا جاوبتهم واحد الجواب اللي يعني نوعا ما كان بحال حافظه مع الطن بدات تستسب لهم، بدات كتمثل لهم تما. نخلي لكم الفيديو تشوفوه. منين سولوها قالوا لها كي درتي عيطتي، كتوريهم كيفاش عيطات. غنخليكم تشوفوا الفيديو. And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Sit down. وكيف ما شفتوا بات لهم بلي هذه الطريقه اللي هضرات بها كيفاش دوزات الابي. فواحد من البوليس تما قال لها كي درتي تسمعي، قالت لها راك تنزلت الصوت درت لها البارلور على كذا وتماك بحال تزيرات. فاش نقول لكم جينيفر كانت كتهضر وكتبكي، انت اي لحظه كتبكي. وكانوا عطينا كلينيكس وديك كذا، ما عارفين باقي دري صغيره جابوا لها كلينيكس ما مزيروش معها بزاف. فداك المحقق اللي كيحقق معاه ولا واحد اخر ما عرفتش شكون هو فيهم، غادي يلاحظ بلي داك كلينيكس ناشف حتى كيما شتي كتبكي بالناشوفي. صافي تما عرفوا بلا شي حاجه ماشي هذيك. من المرشيامات اللي هي تبقى واحد 4 ايام بالضبط، ما غادي ينوض تقعد من ديك القلبه. فهمتي تما راجع هو رجع عاوتاني ما كاينش، وقال لها الله لا تفنيت لك. فشافها كان شافها في ديك الليله شافها، وقال البوليس قال لهم راه شافها كتهضر مع يا معايا الله تقعد من القلبه. ما عيط للبوليس، قال لهم راه شافها كتهضر مع واحد من هذوك اللي دخلوا ديك الليله معايا الله، ديك طالعه غادي يدير ديك ها المحاكه شافها معاهم، والمحاكه كتهضر ليه في ودنو كتقول لك بحال كتوري شنو يدير بحال هذا. فالمحقق قال لها بلي راه شنو قال باك وشنو قال وراه عاق بك وراه حنا عايقين بك قري. وهذه تما كما قلت لكم بقات تتبكي. You're not involved in this any which way. Because the question obviously stands, Jennifer, is you're upstairs and they're downstairs. Right? So it's a natural concern why would they leave you alone? Why would they not do the same to you? وفي الاخر اعترفت لهم. غادي تشد دانيال واللي معاه كاملين الدراري اللي كانوا معاه، وغادي يحكموا لهم كاملين بهم جينيفر والدراري كلشي داكشي اللي كانوا كاملين. عطاوهم المؤبد وعطاوهم 25 عام اللي فيها ممنوع الاطلاق السراح المشروط. يعني حتى ديك الاحتماليه ديال انه تقدر تخرج ولا 25 عام ممنوع في هذه القضيه ديال اطلاق سراح المشروط. اطلاق سراح المشروط اللي كيكون هو انه ما يخليوك تخرج مقابل واحد الشروط من بينهم تيكونوا بزاف على حسب البلاد، انك ما تخويش البلاد، ما تخويش ديك ستيت ولا ديك المدينه اللي انت فيها. المهم كتحترم واحد القوانين واحد الشروط اللي الا احترمتيهم كيقدروا يخليوك تخرج. 25 عام ممنوع هذه القضيه. قلبت في مقالات اخرين بلي راه كان واحد اخر، واحد الشخصيه اخرى ما كانتش معروفه، قال لك حتى هو خطط معاه، حتى هو جابوه او المؤبد حتى. يعني لدرجه الاحكام كانت قاسيه، فهمتي ما كانش داك التساهل ولا كذا. غبروه. خليوا لي الراي ديالكم في هذه القصه، زعما شنو بان لكم في هذه الاحداث وشنو بان لكم في هذا الشيء. هذا الشيء اللي كاين في القصه ديال اليوم الدراري والدريات. راكم كتقولوا انا كنلوح قصص، انا كل يومين 3 ايام تنلوح، راه مرجلين معاكم. وطبعا راه بزاف ديال الناس اللي كيشوفوا في هذا الفيديو هذا اول مره غيعرفوني ولا اول مره يطلع لهم الفيديو، فما عليا نقول لكم مرحبا بك اخويا ولا اختي، ديك ابونيني للتحصيل المهمه الا بغيتي مثلا يطلعوا لك فيديوهات ديالي مره اخرى. وكما قلت لكم كما كنقول لكم ديما من ديما راه الفيديو اللي فات قلت هاد البلاي ليست نخليها لكم انا، اش كليك راه يطلعوا لك فيديوهات ديالي في علمك كنتي باقي مثلا باغي تتفرج وباقي جالس في يوتيوب. هادشي اللي نقدر نقول لكم الدراري والدريات. نتمنى من الله تكونوا بخير وطرونكين نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو هذا، وساعه سعيده. السلام عليكم.